السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أتكلم معاكم النهاردة عن حاجة. الحاجة دي لو ما عملناهاش ممكن تكون سبب مشاكل كتير بنمر بيها في حياتنا، وممكن تكون برضه هي سبب سعادتنا وسعادة كل اللي حوالينا لو ابتدينا فعلا نطبقها في حياتنا. طبعا احنا عارفين كمية المشاكل والخناقات اللي بتحصل كل يوم في حياتنا، في البيت وفي الشغل وفي الشارع وممكن مع أصحابنا. بقينا نشتكي إن مبقاش فينا حد بيسمع، كله بقى يتكلم أكتر ما بيسمع، كل واحد فينا مبقاش طايق كلمة للتاني. بقينا واقفين لبعض على الوحدة ومستنيين لبعض على أي غلطة والسلام. بقينا من كتر ما احنا مش مديين فرصة لبعض ان احنا نسمع بعض، بقينا بنتخانق على كل حاجة وعلى اي حاجة. انا جاي اتكلم معاكم النهاردة عن فن الانصات للاخرين، ازاي ان احنا نسمع بعض احسن ونفهم بعض اكتر. ايه اللي اقصده هنا بكلمة نسمع؟ مش السمع اللي فيه بيخش الكلام من ناحية وبعد كده يخرج من الناحية التانية، لا، اللي اقصده هنا انك تحس فعلا وتفهم كل كلمة بيقولها الشخص اللي قدامك. انك وانت بتسمع لحد انت بتسمعه بكل حواسك مش بس بودنك. انك وانت بتسمع تبقى عينك في عين اللي بيكلمك وتركيزك يبقى في كل كلمة هو بيقولها لك. انك وانت بتسمع كل كلمة بتعدي على قلبك فتحس بيها بجد قبل ما تعدي على عقلك وتفكر فيها. تيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه لما حد يجي يكلمه ونحاول نقلده ويكون هو قدوتنا. سيدنا انس رضي الله عنه بيقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيه احد من اصحابه فتناول اذنه ناوله اياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. شوف قمة الأدب والأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مع عظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن ما حد كان يجي يكلمه كان بيسمعه بكل اهتمام وما كانش يمل غير لما قدامه يبطل كلامه هو اللي يزهق. عايز أقول لك على حاجة، أنت تعرف قد إيه مهم إنك تنصت لحد فعلا باهتمام؟ تعرف أنت كده بتساعده قد إيه إنه يطلع كل اللي في قلبه وكل اللي كاتمه جواه، وممكن يكون مش لاقي حد غيرك يفضفض له ويحكي معاه اللي هو مضايقه؟ تعرف انك لما سمعته انت شلت من على قلبه هم تقيل قوي ما كانش عارف يحركه؟ تعرف ان ساعات الواحد بيبقى فيه فكرة في دماغه وحاسس انها تايهه ومش عارف يمسكها، وانت مجرد ما بتسمعه بتخليه يشوف افكاره بشكل افضل وبشكل اوضح؟ تعرف ان ساعات الواحد مننا بيبقى كل مشكلته انه مش لاقي حد يسمعه، كل اللي محتاجه بس ان حد يسمعه من غير ما حتى ما يقول له ولا كلمة. تعرف انك لما تسمع بجد هتفهم اللي قدامك اكتر، بالتالي تقل نسبة كبيرة من مشاكلنا وخناقاتنا. هتقولي وانا هستفيد ايه؟ هقولك كفاية انك ممكن تكون في يوم من الايام مكان الشخص ده وتكون بتتمنى ان حد يسمعك ولو للحظة. تيجوا نتعلم مع بعض ازاي نسمع بعض احسن. اول حاجة، شيل من دماغك فكرة ان انت دايما صح وان انت دايما معاك الحق. ما تتكبرش، اسمع من اللي حواليك، اسمع وتعلم، يمكن يكون في رأي احسن، ايه المشكلة؟ ما تتصيدش للي قدامك الاخطاء وزلات اللسان. احيانا الانسان بيخون التعبير عن افكاره او عن مشاعره، ايه المشكلة؟ كلنا بنغلط. دورك انك تركز على الرسالة اللي عايز يوصلها لك وسيبك من اي كلام تاني. اسمع اللي بيتقال مش اللي انت عايز او متوقع انك تسمعه، لانك مش دايما هتسمع اللي انت متوقعه. اسمع بجد، اسمع بقلبك، حاول بكل اخلاص تساعد اللي قدامك مش مجرد تقضية واجب والسلام. ما تقطعش اللي قدامك، سيبه يقول كل اللي في قلبه وكل اللي جواه. ساعات بيبقى فيه ده جوانا حاجات كتير عايزين نقولها ومحتاجين بس حد يسمعها. حاول دايما انك تحول مشاعر اللي قدامك اللي انت حاسسها الى كلام علشان تحسسه ان انت فاهمه، وعلشان احيانا احنا مش بنبقى فاهمين ايه اللي احنا حاسين بيه ومحتاجين حد يفهمه لنا. اخيرا، اسمع بكل حواسك، اسمع بودنك، حس بقلبك وبعدين فكر بعقلك. اسمع لغيرك، يمكن ربنا يجعلك سبب في راحة ناس كتير وفي حل مشاكل ناس كتير. اسمع واكيد في يوم هتلاقي اللي هيسمعك.